ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في كوكب الفنون للرسم. النهارده يعتبر اول حصه في الكورس بتاعنا للمبتدئين في الرسم. اول حاجه بنعملها ان احنا نتدرب على كل الخطوط وعلى كل الاشكال النهارده. فاول حاجه زي ما انتم شايفين هحط نقطه فوق ونقطه تحت واوصل بيها الخط لغايه النقطه اللي تحت. ده هنفضل نعمل كده لغايه ما نتدرب صح ونكرر. كل ما بتكرر كتير كل ما هتتدرب اكتر كل ما هتبقى الخطوط عندك مظبوطه اكتر واكتر. كل اللي بيقول مثلا انا مش عارف ارسم الخط صح، طب انا الخط بيبقى موجود مني، طب حط نقطه هنا ونقطه في الاول ونقطه في الاخر، واقعد تتدرب كتير في سكتش عندك او اي ورق عندك مش بتستخدمه، واقعد تتدرب لغايه ما ايدك تبقى كويسه وكده. بعد كده هنعمل زي الزجزاج او الموجه، بنحط نقط زي ما انتوا شفتوني كده علشان تعرفوا ترسموها صح. اقعدوا تدربوا كتير زي ما انا بعمل كده، كتير كتير كتير، صدقوني هتفرق معاكم جدا. نيجي لأهم جزء بقى وهي الدايرة اللي كل الناس بتقول احنا مش بنعرف نرسمها صح. صدقوني مع التدريب الكتير في اي حاجة انتوا بتتعلموها بترسموها بتقروها بتذاكروها، لما تتدربوا كتير وتذاكروها كتير هتبقوا مميزين فيها جدا وهتبقوا شاطرين فيها. زي ما انتوا شايفين دي طريقة تانية، انا بحط نقط والنقط دي بعد ما بحطها بوصل الخطوط بيها فبتديني شكل الدايرة. والنقط دي انا ممكن اعملها في اي شكل احنا بنرسمه. بعد كده هنعمل شكل المثلث، والمثلث ده عبارة عن شكل رقم 8 وبقفله من تحت بس كده. ده كده خلاص بقى مثلث، يبقى افتكروا المثلث بشكل 8 رقم 8. دي طريقة تانية هرسمه بيها، هي نفس الطريقة بس كأنها زاوية، يعني زاوية 45 وبقفل الزاوية من الجزء ده بس كده. هو عشان تسهلوا على نفسكم حرف 8 رقم 8 ويقفلوا 8 من تحت يبقى مثلث. بعد كده المربع، ودايما كنا بنقول عليه ايه؟ متساوي الاضلاع، يعني كل اضلاعه او كل الخطوط قد بعض زي ما انتوا شايفين كده. هتلاقوني برسمه تاني عشان نتدرب عليه تاني واكتر من مرة. اتدربوا كتير، ارسموا كتير عشان تعرفوا ترسموا الحاجة صح. بفكركم يا ريت تعملوا شير كتير قوي للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتستفيد، ويبقى مش انتوا بس اللي بتستفيدوا، كل الناس بتستفيد ان شاء الله من الكورس وكده. دلوقتي احنا عملنا شكل المستطيل، هنلاقي ان الضلع اللي فوق قد الضلع اللي تحت واليمين قد الشمال، ده المستطيل. هنيجي بقى للشكل السداسي. امشوا معايا، يعني هاتوا ورقه وقلم وامشوا معايا بخطوه بخطوه. لقيتوا ان وقفتوا في نقطه وقفوا الفيديو ورجعوا واعملوا معايا علشان تتعلموا الحاجه نتعلمها مع بعض. هنرسمه تاني عشان نتدرب عليه تاني. بصوا ركزوا معايا كده وهاتوا ورقه وقلم واعملوا معايا، ما تكسلوش، يلا قوموا هاتوا ورقه وقلم ويلا تعالوا اشتغلوا معايا. هنيجي للشكل الاسطواني، بيبقى عبارة عن دايرتين، دايرة فوق ودايرة تحت وخطين بوصلهم ببعض. هنرسمهم تاني. بصوا دايرة فوق ودايرة تحت وبوصلهم بخطين يمين وشمال. موضوع سهل جدا. بصوا هتلاقوني بقعد اكررها كتير، يعني انا قصدي اوصل لكم ان اقعدوا تدربوا كتير ارسموا كتير كده. ده بقى الشكل البيضاوي، يعني هي دايرة في نفس الوقت قلب على زاوية مثلث شوية، فهي بيضاوية زي البيضة. افتكروا البيضة واعملوا الشكل ده. اخر شكل بقى احنا نرسمه مع بعض دلوقتي وهو المخروط، بيبقى مثلث ضلعين فوق وبيقفل من تحت على شكل دايرة، سهل جدا. هتلاقوني بعيد لكم تاني الشكل البيضاوي عشان ما تنسوهوش. انا عايزه اقول لكم يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا حاجه، واستنوا الحلقه التانية بتاعه الكورس عشان هنرسم كل شكل لوحده. باي باي.